إذا المشاهدين نسأل الله السلامة في هذه اللحظات. يعني كيف كتشوفوا معنا ان الارض يعني الشارع هبط بالناس في هذه اللحظات. الناس جاو مخلوعين كيحاولوا انهم يشوفوا شنو هو واقع، واش واقع شي حاجه، واش واقع شي حاجه. من البرنوسير الشانطي تقريبا كامل هبط. هنا كيف كتشوفوا معنا دابا راه ما عرفوش المشكل اللي واقع هنايا شنو هو، ما عرفوش شنو هو كاين. العناصر ديال الامن راهم جاو، راه تم اغلاق الشارع يعني بالاكمل ديالو. المشكل ان الشارع في الجنب تاعو كاين مجموعه من المنازل. في هذه اللحظات كتتابع معنا انه كاين استنفار امني يعني تحت اشراف عناصر الامن اللي حاضرين. بالنسبه للشارع راه تم الاغلاق ديالو على الطول ديالو من الكامل، يعني كان واحد التموجات يعني كيبانوا هنا في الشانطي. كذلك راه تم الاغلاق ديالو في هذه اللحظات. راه تم الابحاث والتحريات لا تقدر تكشف شنو هو كاين. يعني العناصر ديال الامن في هذه اللحظات قاموا باغلاق الشارع بالاكمل ديالو. يعني نسال الله السلامه في هذه اللحظات. ما عرفناش شنو هو واقع بالضبط هنا. الشارع راه مشى تقريبا كامل كيف كتشوفوا معنا. يعني بانوا عليه شي حفار اخي شو بخير استهلا بك شو بخير هاني. يعني راه تم الاغلاق ديالو في هذه اللحظات. يعني الارض راه هبطات. ما عرفناش شنو هو واقع بالضبط. نسال الله السلامه. المستوى البرموسي في هذه اللحظات. يعني العناصر ديال الامن كيف كتبوا معنا كيقوموا باغلاق. نحاولوا اننا نرجعوا شويه اللور باش نعرفوا شنو هو كاين. مازال ما عرفناش دابا شنو كاين، ما عرفناش شنو واقع، واش بسبب اشغال، واش بسبب شي حاجه طاريه. المهم الشانطي راه سدوه كامل، يعني الشانطي راه كامل سد. فنسال الله السلامه. كنتمنى اي واحد شاف هذا اللايف انه يبارطاجي، الناس ايضا يردوا البال ديالهم. يعني المشكل كنتمنوا ان المشكل يبقى محصور غير في الشانطي. يعني كنتمنوا ان المشكل ما ينتقلش للمنازل، خصوصا انه جا بجوار مجموعه من المنازل في هذه اللحظات. يعني جا بالجوار ديالهم الناس راه تما خرجوا مخلوعين، يعني كيطمئنوا كيشوفوا شنو هو كاين. واش المشكل كيتعلق غير بالشانطي، واش كاين شي حاجه اخرى تقدر تسبب في شي حاجه اللي تقدر تضر الديور. العناصر ديال الامن راه قاموا بالاغلاق ديال هذا الشارع كيف كتشوفون. راه تم الاغلاق ديال الشارع. الناس راه مازال خارجين كيشوفوا شنو هو كاين. الناس كيحاولوا انهم يعاينوا شنو هو كاين. الناس كاملين عندهم مجموعه ديال التساؤلات باقي ما عرفوش الاجابات ديالها. يعني مباشره في هذه اللحظات واش المشكل ديال البنيات التحتيه، واش واقع شي مشكل تحت الارض، واش شي قادو في الفرقع لتحت. يعني مجموعه ديال الاسئله كيطرحوا باقي ما عرفوش الاجابات ديالهم. مباشره من مدينه الدار البيضاء في هذه اللحظات بمنطقه البرنوسي. يعني اغلاق الشارع باكمله. يعني بعد الظهور بعد ما بدات كتهبط الارض بدات كتهبط لتحت ديال الشارع. بداو كيبان واحد الفجوات، بداو كيبان واحد التشققات في الارض. فنسال الله السلامه. نحاول اننا نقربكم باش نبينوا لكم اكثر، يعني باش تقدروا تشوفوا هذا المشكل اللي كاين. راه بادي الشارع كامل تقريبا راه بدا كيهبط. هنايا راه الحفار بداو كيبانوا فيه. التريطوار حتى هو يعني بدا كيهبط. البارتي كامل راه بدات كتهبط. العمال ديال النظافه راه على الطول ديال الشارع كيحاولوا انهم ينقيو، كيحاولوا انهم يقادوه. انا جاي عند زين معك استاذ. السلام عليكم. جيب خير صحه. دابا راه مازال كيحاولوا انهم يعني يعرفوا شنو هو واقع. راه ما عرفناش شنو هو واقع. راه هاد البلاصه كامله تقريبا راه هبطات. الجهه الثانيه حتى هي راه فيها تموجات. باقي ما عرفناش دابا شنو واقع. بالنسبه للشارع راه تم النقل ديالو، تم عفوا الاغلاق ديالو. كيحاولوا يعني يحيدوا ايضا حتى السيارات اللي كاينين كيحاولوا انهم يحيدوهم. بالنسبه شنو هو واقع ما عرفناش بالضبط. واش هذا المشكل غادي يمتد ايضا للعمارات او للمنازل الشقق المجاوره ما عرفناش. واش هذا مثلا هذا التموج او هذا الشارع اللي هبط واش غادي يقدر يستمر او غادي يبقى بحال هذه الحاله. باقي ما عرفناش شنو هو كاين بالضبط. بالنسبه لواحد التعاليق بغينا غير نردوا عليهم. يعني كاين بعض الناس بعض الانسان بعض المرات كطرى شي حاجه كتقول لك البلاد من البلاد. اخوانا باش نكونوا متفقين لواحد القضيه،
راه في الدول الاوروبيه في اي بلاصه ضروري كيطرا بحال هادشي، ضروري عاد هادشي، ما نبقاوش يعني نبقاوش غير نحقروا راسنا ولا نحقروا البلاد ديالنا ولا. الحمد لله بلادنا راه بخير وعلى خير. راه الحمد لله راه كيتقدم في مجموعه من المجالات، ولكن راه شي امور راه عاديه راه كطرات في الدول الاوروبيه. الا دخلتوا درتو غير الفيضان في الدول الاوروبيه راه تلقاو الشيء راه عادي. بعض المرات اصلا كيلقى بعض المرات مثلا فيضان او شي حاجه كيكون البنيه التحتيه، لا ماشي قضيه البنيه التحتيه، راه قضيه المشكل راه كيطرا في الدول الاوروبيه، كيطرا في كاع القناه، كيطرا بحال هاد المشاكل. عوده اليكم من جديد، المشاهدين الاوفياء مباشره من منطقه البرنوسي في هذه اللحظات. يعني الناس هبطات بهم الارض هنا، كتشوفوا هاد الارض باش كتهبط الشحن بدا كيهبط بهم. السلطات قامت باغلاق هذا الشارع، الناس هبطوا كيتفقدوا شنو هو كاين، يعني خصوصا داك الخوف كاين في الناس الساكنين في هاد المنازل اللي كيطلعوا على هذا الشارع، ما عرفوش شنو واقع، واش كان شي انبوب ديال الماء انفجر، واش كان شي حاجه، ما عرفوش دابا تقريبا بالضبط شنو هو كاين. العناصر ديال الامن راه قاموا بالاغلاق ديال هذا الشارع، نحاول اننا نقرب لكم اكثر. ها يعني كتشوفوا انه التشققات راه بانوا تقريبا في الارض كامله. هادو راه مجموعه ديال التشققات اللي بانوا. لا هنا بالقرب من طريق العرش قهوه السفير، طلع ديال قهوه السفير راه هي هذه، حدا السوق النموذجي اللي كاين في البرنوس راه حداه بالضبط هاد البلاصه. هنا كنلاحظوا حتى العمال ديال النظافه يعني كيبداو واحد المجهودات كبيره من اجل تنقيه هذا الطريق. واش اللي دارت هذا الشيء، واش قوات بقى لهم شي مشكل داخل، هذو مجموعه ديال الاسئله كطرحوا وما عرفناش الاجابات ديالهم. ولكن غالبيه الاضرار يعني كتقتصر غير على الجهه الفوقانيه ديال الشانط، يعني من الفوق. اذا الى هنا مشينا فيها ندعوكم في هذا البث، الى اللقاء بث مباشر اخر. ونتمنوا من الناس يعني ياخذوا الخطا والحذر ديالهم، نتمنوا من الناس دائما يردوا البال ديالهم في هذه اللحظات مباشره من مدينه الدار البيضاء بالضبط منطقه البرنوس. إذن إلى هنا مشاهدينا الأوفياء ندعوكم في هذا البث إلى اللقاء بث مباشر آخر إن شاء الله، ونسأل الله السلامة، ونتمنوا أن الأمور يعني تبقى غير في هذه الجهة، تبقى غير في هذا الحال.